السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجمل الوصفات معايا. نتمنى لا فيديو لقاكم بصحة جيدة يا رب. وإلا كنتوا أول مرة غادي تزوروا القناة ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد العصير اللي تيجي رائع بزاف، فين تبان فانطة قدامه، كيجي غزال اقتصادي وكذلك صنع منزلي كنعرفو باش محضر وبمكونات اللي هي متواجده في كل بيت. بالنسبه للمكونات فعندي حبه ديال البرتقال اللي كنحك القشره البرتقاليه ديالها. نحاولوا اننا ما نوصلوش لديك القشره البيضاء لانها كتمرر لنا العصير. غادي نحكوا هاد القشور ديالنا مزيان حتى يعني البرتقاله ما كيبقاش فيها هذاك القشر البرتقالي من الفوق. كيف ما شفتوا راه غير كنحك وكنحيد باش القشره البيضاء ما تدوش. كذلك عندي واحد الحبه ديال الحامض اللي هو الليمون في الدول العربيه، كنحكوا ليه كذلك القشره الصفراء فقط. حاولوا انكم تحكوا غير القشره الصفراء، البيضاء كذلك راها كتمرر لنا العصير، يعني غير ضربه واحده في الحكاكه نعاودوا نقلبوا الليمونه ديالنا اولا الحامضه. ما تقيسوش يعني الجزء الابيض. كذلك عندي واحد الحبه ديال الجزر اللي غادي نكونوا غسلناها من قبل ونقيناها قشرناها. وبالنسبه للمكونات فكيبقاو على حسب افراد الاسره. انا هاد العصير خرج ليا 2 اطرو ديال العصير اللي صراحه كيجي واحد المذاق ديالو اللي رائع شبيه بمذاق فانطا، غير هذا منزلي، صنع منزلي بدون مواد حافظه. وفانطا يعني راها مشروب غازي اللي كيكونوا فيه المواد الحافظه وفيه النكهات. هذا صنع منزلي غادي تجربوه ان شاء الله وغادي تعاودوا. ممكن تضيفوا غير حبه واحده ديال الجزر، انا ضفت حبه كبيره ديال الجزر، ممكن تضيفوا حتى 2 ديال الحبات. كذلك عندي كأس ديال العنبه ديال العصير، سمحوا لي ديال السنيده، سكر سنيده، وتيبقى السكر على حسب الذوق. من بعد ما غادي نمزجوا هاد المكونات مزيان غادي نوضعوهم جانبا حتى كيتطلق لينا داك السكر مع الجزر ومع القشور ديال الليمون والبرتقال. غادي نشدو دوك 2 حبات ديال الحبه ديال الليمون وكذلك الحبه ديال البرتقال اللي غادي نزولوا لهم ديك القشره ديالهم. غادي نقيوهم مزيان من ديك القشره البيضاء اللي كتكون من الفوق. نحاولوا اننا نحيدوها كامله باش ما تمررش لينا العصير. وغادي نقطعوه الى دوائر ونتاكدوا ان العظام ما فيش. نحاولوا اننا نحيدوا العظام كاملين، ما نخليوهمش، راه حتى هما كيمرروا لنا العصير كيعطيوه واحد المذاق اللي مر ما غاديش تستافدوا منه. نزولوا العظام كاملين اللي كيكونوا متواجدين لنا في هذه الحامضه. حاولوا انكم تقطعوه الى قطع صغيره باش يبانوا لكم العظام. الا داز لكم غير عظم واحد راه كيمرر العصير. صافي قطعوهم الى قطع صغيره بهذا الشكل هذا، وغادي نوضعوهم في هذاك الاناء اللي كنا حضرنا فيه من قبل الجزر ديالنا والقشور ديال الليمون والبرتقال. كذلك بالنسبه للحبه ديال الليمون فغادي نزولوا ليها القشره ديالها، كذلك غادي نزولوا ليها داك القشر الابيض، دوك الجلوف البيضين اللي كيكونوا، لانه حتى هما تيكونوا مارين باش ما يمرروش العصير. وكنتاكدوا من العظام كذلك باللي ما متواجد حتى شي عظم. هاد الليمون هذا صراحه ما انا متاكده انه ما فيهش العظم، لكن قطعته الى قطع صغيره باش نتاكد ان العظام ما دايزينش نهائيا في هذا العصير. نقطعها الى اجزاء صغيره.
وحيدوا ليها هذاك اللب الابيض اللي كيكون من الداخل، داك القطعه البيضاء اللي كتكون من الداخل. صافي، وغادي نضيفوها في داك الاناء لبقيه المكونات اللي متواجدين عندنا. خلطوهم مزيان. غادي ناخدو المولينكس اولا اي ضراب كهربائي عندكم. غادي نوضعوا المكونات ديالنا فيه، وغادي نضيفوا ليه تقريبا 1 لتر ديال الماء. هنا انا ضفت في داك الاناء شويه ديال الماء باش نزول داك السكر اللي كيكون في الاسفل ديالو. صافي، وغادي نضيف تقريبا لتر ديال الماء اللي ضفت. غادي نطحنوا هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. ما كيبقاوش عندنا طروفه كبار ديال العصير. وغادي ناخذ واحد الصفاي اللي غادي نصفي فيه دوك المكونات اللي كيكونوا عندنا، يعني داك القشر اللي كيكون عندنا ديال الليمون، ديال البرتقال، كذلك ديال الجزر. الا نتوما كتبغيوهم فخليوهم، لكن انا هنايا خلطت مزيان وحاولت انني نصفيه حتى كينزل هذاك الماء كله للاسفل. وغادي نوضعه مره ثانيه في الكاس ديال العصير، وغادي نضيف ليه الماء، وغادي نعاود نطحنه مره اخرى. الا جاكم نقص من السكر ممكن تضيفوا السكر مره اخرى، لكن ما غاديش تضيفوا الكاس كامل، ممكن تضيفوا غير 2 معالق ديال السكر. صافي، من بعد ما غادي نصفيه مزيان، تقريبا هذا العصير انا عطاني 2 اطرو ديال العصير. صراحه عصير اللي جاب مذاق واعر بزاف. غادي تجربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم. للامانه فالعصير من اللي كتحضروه مباشره كتحسوا بشويه ديال المروريه، لكن من بعد ملي كتحطوه في الثلاجه تقريبا واحد ثلث ساعه حتى لنصف ساعه كيولي واحد العصير اللي شبيه بالفانطا، لكن بدون ما فيهش الغاز. جربوه غادي يعجبكم. الا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش من واحد اللايك باش لا فيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ما تنسونيش من الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم.